او مساءكم بهجة. انا بهجة واهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة انا بحبه جدا، لنا فترة ما عملناهوش في التشانل، وهو مشترياتي لشهر 12. عايزه اقول لكم الشهر ده كان مليان حاجات كتير قوي، ما قدرتش ان انا انزل اشتري منتجات، ولكن جبت كده منتجين، فحابه ان انا اقول لكم عليهم واعرفكم بيهم، وكمان اقول لكم اسعارهم ايه. يعني يلا نبدا باول منتج معانا. نبدا فيديو النهارده. حابه اقول لكم ان اي حد بيكتب لي كومنت او بيعمل لي لايك او بيشترك في القناه، ما تتخيلوش انا بفرح قد ايه، بتبسط قوي ان في حد بس قرر ان هو ياخد من وقته عشان يشوف فيديو ليا، او ياخد من وقته ويكتب لي كومنت، او حتى يعمل لي لايك. بفرح قوي ان في بجد حد مهتم ان هو يساعدني، فشكرا جدا ليكم. وكل ما بلاقي حد بيشترك جديد في القناه بفرح قوي 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 ان انتوا بتساعدوني ان انا احقق حلمي اللي كنت بحلم بيه من سنين، اول 2013. فشكرا جدا ليكم، ويا رب الفيديو يعجبكم، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول منتج معانا وهو مايسل روتر من شان، كمان هو ميك اب ريموفر. انا لسه ما جربتوش ومعرفش هو حلو ولا لا، بس انا جبته لان شان منتجاتها حلوه. هي شان براند مصريه بصراحه، يعني منتجاتها حلوه ونظيفه، وسعرها كمان في المتناول. فهجربه معاكم واقول لكم رايي فيه، بس هديكم نبذه عنه. هو السعر هيظهر لكم على الشاشه وانا بتكلم. اول حاجه هو ميك اب ريموفر، وكمان هو بيشيل الميك اب اللي ضد الميه، وهو كمان مايسل الووتر ينفع للبشرة الحساسة، هو بيرطب البشرة بعمق، وفيه فيتامين بي 3، فيعني حاجة حلوة طبعا للبشرة. كمان عايزة اقول لكم ان هو قلت لكم بيشيل الميك اب اللي ضد المية، بيشيل الميك اب للوش كله، بيشيل الميك اب للشفايف، وكمان بيشيل الميك اب للعيون. فهنجربه ونشوف هل هو بيحرق العيون ولا لا، هل هو فعلا على البشرة كويس ولا بيحرق او بيعمل اي حاجة. فهجربه واقول لكم رأيي فيه. هو حجمه 200 مللي، فحجمه حلو يعني، كبير، يقعد معاكم فترة، خصوصا لو انتوا ما بتستخدموش ميك اب كتير، فيقعد معاكم وقت حلو. تستخدميه على قطنة او كمان بتستخدميه على منديل، يعني اي حاجة متوفرة عندكم. انا هجربه واقول لكم رأيي فيه. لو جربتوه اكتبوا لي تحت في الكومنتس عشان تفيدوني وتفيدوا غيري. يلا بينا نشوف المنتج التاني. المنتج التاني هو سان سكرين من كولاجرا. طبعا كولاجرا برضو منتجاتها معروفة، وبرضو منتجاتها لحد ما حلوة، وبسمع عنها كتير ان هي حلوة. ده اول منتج هجربه من كولاجرا، فيا رب يطلع حلو. اول حاجة كولاجرا يعني براند مش تبع مقاطعة مصرية. حاجة عايزة اقول لكم هو حجمه 50 مللي، فإلى حد ما كويس، على حسب استخدامك برضو هيفرق. تالت حاجة هو ما كانش رخيص بالمرة. انا سعره هكتبه لكم على الشاشة، بس لو متذكراه كان في حدود 300 جنيه. سعره في المتوسط، حاجات اغلى من كده بكتير. اكلمكم عنه. هو بيحمي من اشعة الشمس الضارة، في اي ويو في بي، غني بفيتامين اي. زي ما قلت لكم انا لسه ما جربتوش، فهجربه معاكم واقول لكم رايي فيه بكل صراحة. بس بصراحة اكتر حاجة عجباني فيه الباكجينج بتاعه، بصراحة شكله حلو كده، وتحسوه براندات المستوردة، حلو ولذيذ، والكتابة اللي عليه شكلها لذيذ. برضو عايزة اوريكم من هنا، بصوا الغطا بتاعه حلو ومحكم، حاجة حلوة. ثانيا بصوا، يعني هو هنا بصراحة شكله، لا، العبوة نظيفة. هوريكم القوام بتاعه اهو، بصوا القوام بتاعه كريم، يعني شكله خفيف على البشرة، حلو. انا طبعا لسه ما جربتوش، ده اول استخدام ليا معاكم، فهجربه واقول لكم رايي فيه. بس اللي انا ملاحظاه يعني ان هو خفيف، والبشرة هي بدأت ان هي تمتص بسرعة. هجربه واقول لكم رايي فيه، ونشوف هل فعلا هو بيحمي من الشمس تجيبوه، ولا فاكس تدوروا على اي منتجات تاني. وبس، ده كان فيديو النهارده. لو فيديو النهارده عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وتكتبوا تحت في الكومنت الفيديو عجبكم ولا لا. واهم حاجه تعملوا لي سبسكرايب عشان تنضموا لعالمي الصغير، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. بحبكم جدا وشكرا على دعمكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.